وحشتوني وحشتوني وحشتوني. فيديو النهاردة سهل سريع خفيف ظريف، مش هياخد مننا أي وقت. فيديو النهاردة هو إجابة على أكتر سؤال موجود في الكون بيتسألني. مريم، أنا عايزة أتجوز واحد غني. لا أنا مش عايزة غني، أنا عايزة يبقى متدين عشان يحافظ عليا. أنا عايزة أتجوز بيت بوي. لا، أنا عايزة أتجوز جود بوي، أتجوز طيار، مهندس، دكتور، أو حتى سفير. حصلت دي اكتر حاجة بتجيلي، يعني نعمل ايه عشان نتجوز الناس دي؟ بس في سؤال تاني برضو مرتبط بالاجابات دي، وهي انا كل اللي بيتقدموا لي مش شبهي، مختلفين عني. انا ليه ما فيش حد مناسب بيتقدم لي؟ الاجابة ببساطة على سؤال ليه ما فيش حد مناسب بيتقدم لك، عشان انتي مش موجودة في البيئة اللي انتي عايزة شخص مناسب يجيلك منها. يعني ايه الكلام ده يا مريم؟ يعني ببساطة لو انتي بنت عايزة تتجوزي واحد متدين، فعلى الأقل لازم تحضري دروس دين، لازم تعملي أعمال خيرية، لازم تروحي الجامع أو الكنيسة أو أي دور عبادة. أمال هتعرفي منين إن هو متدين؟ أما لو انتي بتدوري على واحد غني، فانتي أكيد لازم تروحي أماكن اللي بيتواجد فيها الناس الأغنياء، زي مثلا المعارض، النوادي الغالية، الحاجات اللي بيبقى متواجد فيها أكتر الناس الأغنياء، اللي بيبقى واخدة شغف الناس الأغنياء. عايزة تتجوزي واحد مثقف، أكيد مش هتبقي عايزة واحد مثقف وانتي قاعدة في البيت. لازم ان انتي تروحي تحضري حفلات توقيع كتب، تروحي أي معرض بتاع كتاب، وتهتمي جدا بالحاجات دي. لو انتي بتدوري على عريس في صفة معينة، لازم انتي تكوني متفاعلة في الصفة دي. ما ينفعش أنا أكون عايزة أتجوز واحد شغال إن هو طيار وأنا عمري في حياتي ما رحت مطار، هتعرفيه منين؟ أو عمري في حياتي ما أعرف أي حاجة عن الطيران، مستحيل. لما تكوني عايزة ترتبطي بشخص معين، لازم تكوني متواجدة في البيئة اللي الشخص ده موجود فيها. أنا ما بتكلمش عن شخص بعينه، يعني إيه البنت اللي بتبقى قاعدة في البيت ومستنية إن عريس يجي يتقدم لها، وبعدين تقولي لا أصل العريس ده مش مناسب. ما هو أكيد مش مناسب، هو جه على السمعة، جه على الاسم، جه على إن هو عارف عيلتك، إن هو عارف تفاصيل عنك بسيطة زي مثلا دراستك، جامعتك، اسمك، بنت مين، معاكي فلوس ولا لا. الكلام ده كله انا ما قلتش ان ده غلط او ان جواز الصالونات غلط، لا بالعكس، بيبقى كويس جدا وبيبقى من اكتر الجوازات الناجحه. بس انا بتكلم في نقطه، انت بتقولي ان ما فيش حد شبهك بيجيلك. طيب ورينا الحاجه اللي شبهك. يعني انت بتحبي الكتب، بتحبي القرايه، اكيد هتروحي مكتبه. لكن ما تبقيش بتحبي الكتب وبتروحي تشتري كتب مثلا اونلاين ولا حاجه، تقعدي تقريها وتقولي انا بحب الكتب وانا عايزه اتجوز واحد مثقف. هتعرفيه منين؟ تكوني نفسك تتعرفي على شخص غني جدا وتكوني بتروحي الشغل وبتروحي، هتقابلي واحد غني فين؟ مثلا تقولي انا عايزه اتجوز واحد غني يعيشني زي ليلي كده ويجيب لي حزام ذهب وبدله ذهب والكلام ده، وانتي اصلا ما بتخرجيش بره البيت، او مثلا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. ده مش هيأهلك ان انتي تختاري الشخص اللي انت عايزاه. انا عارفه ان العريس هو اللي المفروض يجيلك لغايه البيت، دي حاجه بديهيه وكلنا عارفينها، ماشي. لكن لو انت بقى بتدوري على صفه معينه، يعني مثلا بتدوري على باد بوي، او مثلا ازاي توقعي الباد بوي ده ويجي يتجوزك، بتدوري على واحد غني، بتدوري على قاضي، عايزه تتجوزي واحد قاضي، ايا كان الوظيفه اللي انت بتدوري عليها، او ايا كان الشخص اللي في خيالك او في احلامك عايزه ان انت تتجوزيه، ساري عربي بقى وكده، اكتبي لي تحت في التعليقات، فانا هعمل لك فيديو ويبقى بالورقه والقلم، واقول لك اماكن تواجد كل شخص انت بتدوري عليه. وبس كده، انا كده خلصت الفيديو ده. اتمنى اكون خفيفه على قلبكم، وشكرا على وقتكم.